الترتيب الحيوي الشعار لن نتنازل عن المقدمه. طبعا احنا وضعناه من اول يوم السنه دي لن نتنازل عن المقدمه. انا الاول يعني انا الاول وهحافظ على الاول وهحافظ على ترتيبي. طويل امبارح بيحققوا الشعار بالشكل ده اسبوع برضه هدف كتير. بتيجي المراكز كلها يعني يزالوا نفسهم ان هم يجوا يختبرونا في موضوع الشغل. ده يعتبر انجاز عادي جدا ان هو يتفاهم ويختار ملفك ويقول لك انا هجيلك اي شغل. وده الاختيار ده بعتبره انجاز. انا هو واقف يجي يشوف اعتبار حتى الاعتبار اللي انا بعتبره انجاز. بعتبر الانجاز ده تجربه حمسي للانجازات بموضوع ان احنا بنحط على اعتبار الدوله سواء بناخدها ربنا يكرمنا ان شاء الله ونعرف نحصلها. برضه تحقيق كتب الاسئله الدقيقه المركز الاول على مستوى الدوليه وبالذات ظهر النجح بيعرف صدره والدكتور بيقول كده وهو قاعد ياخد بشكل قوي بتاخد الصدر كده وقاعد وبعدين بيقول له ايه؟ بيقول له انا عايز مختبر كل الاقسام اللي انا عندي انا عمر بتحاسب كل الاقسام الثانيه وكده قلت انا عايز قسم تسجيل او تسجيلات او الامتحان قسم الاسئله المدرسيه احنا بنقول احنا عايزين نعمل مسابقه بالشغل. يقول لنا امبارح يقول التسجيل العام طبعا يعني شيء جميل وشيء متميز وانت لو شيء احنا بنشوف المسجد والمدير العام التعليم الفني امبارح قال كلام وصلنا عليكم امبارح. والله قال كلام وصلنا عليكم امبارح. العشرة الاوائل على مستوى التخصص بالمستوى المحافظ له 10 على مستوى المحافظ. العشرة الاوائل على مستوى المحافظة يتم تعيينهم. والله كان ده امبارح والله عشان نسمع الكلام ده حصل كده. العشرة الاوائل يعني من اول محدود واحد عنده 10 الاوائل كل الاخر. انا عايز لو احنا 5 تخصصات في 50 دي يعني المفروض 50 50 محدش راجل. احنا تعمل اي حد واحنا تعمل اي حد ونظام يكتب الكل برضه خلاص كلام البحيره لكن احنا مش هنعمل اي حد ان شاء الله. فاذا ايه احنا بنحط في حاجه بالاضافه اللي امبارح لو تقريبا كان 70 امبارح والدكتور عامل تعالى فانا عمال تفتح كلام وفتح وكلها كويسه قوي بايه عندنا ناس بتشتغل وعندنا بتعمل كده وعمال تتكلم عن ناس كل يوم صار هنا. التعليم الفني كله اجمالا بيوظف ناس وبيشغل ناس وعندنا وحده كتير في الارض وعندنا كذا وتعليم الفني كذا وتعليم الفني كذا وتعليم كذا بيجمد وبعدين بقى الناس كله عمل كده. المهم احنا في الاخر ايه؟ بنروح كل الحاجه اللي جدا لمجرد مشان ايوه زي الشيخ 50 واحد وتم توجيههم وكلام ايه وقاعد شايف الموضوع ده مسكين مصلي كتير قوي عشان تحافظ لكل شيء. طب ايه يا جماعه تسويق حافظ للانجازات والاسبوع الجاي حافظ للتحديات. حافظ للتحديات الحقيقيه تحدي حقيقي يخرج كل البنات والكل العاملين في بناتك ده تحدي. انت بتختبر عشان تختبر باختبار عشان الاعتماد 4 ايام من قبل الدرجات كلها ساعه الى 5 ساعه كل واحد جاب يوم مش عايزين المعين والعاملين العمل يعلم مده الوقت ساعه وجنب احنا بتاعته شغال الساعتين ده مش عارف ليه بفتح في كده مش عارف افتح في كده صور كلهم قاعدين على الشغل بتاعهم مستخدمين شغل حقيقي فعليا وفعليا معالج بخطوه من اول دقيقه لاخر دقيقه مطلوب منك تقابل غيره فقط. استراتيجيات تعليم تحضير السليم يبقى تحضير السليم مش عارف انا النهارده والله الحمد النهارده اقسم بربي قبل ما اجي النهارده دخلت عمليه وقعدت اشوف العمليه استراتيجيه ثاني اراجع نفسي يعني ايه وسائل التعليم ده يعني ايه نفسك لازم اتفق اقسم بالله حضر النهارده قعدت اراجع نفسي ثاني وراجع العلاقه بالله الحمد لله فكره وعارف يعني ايه تعليم نفسي تعليم يعني اعرف ايه مش انا عارفه وعارف ازاي نفسي تاثير والله بس والله براجع نفسي النهارده اقسم بالله براجع نفسي مره ثانيه يعني دي يعني في حد يوصل لمعلومه واحده ودخلت على الكل زي الويكيبيديا اللي هي بيسموها يعني ايه حاجه تصور العالمي في العالم كله عشان اخد المعلومه من اخرها لان
مش مسؤول ولا الآن مسؤول خالص. احنا شغالين والمشاركة وبنعدي النهارده على كل الكتاب وكل المشاهد وكل مكتب وكل شغلك وأدائك وعملك وصار ازاي. فرغم ذلك كل الناس يعني مساعد والصغار وتحدي لناس كل الناس تأكل جدا. ولكن المعلم والأسرة والمشاهد والمشاهد والأسرة جدا يخلق تماما. الطالب اللي هو اليوم الدولة سبعة ومناط في مثل البلد الكتير يقول يا سيدي سمحنا ممكن يطلع كل واحد مش عارف مبلغ كذا ونجيب عنده كده ونبلغ عملية يا بنتي. لما انت بتقول لي يعني ينفع لكم كده ايوه. لكن انت بتقول وصل المشاهد وصل العلمين ويوم الحد كله كله اشتغل وبنشتغل النهارده كلنا يقعد يشتغل. يعني بص يعني شيلنا امبارح الترابيزات وعملنا وكذا وكذا وشيلنا كذا وكذا وده الشغل وده الفكره وده الوسط. والموضوع برضه امبارح والكلام ده موجود عند الاوروبيين اللي هم الناس المسلمين خالص حاجه اسمها حاجه بيسموها فيلم يوسف. بيسموها كده فيلم يوسف. ما حدش يعمل لك التمرين بتاعك، ما حدش يعمل لك انت بتعمله بنفسك. ما حدش يعمل لك فكره انت بتعمل بنفسك. بس هو اللي بيقول كده. طب انت يا راجل تنتمي لسيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو اول البشريه واعلى البشريه واسمى البشريه. ازاي هو يعبر عن نفسه بالذاتيه واحنا عبر عن خلق اهل بتاع النبي وعبر النبي وعبر الشكل وعبر الوجود بتاعي وعبر الوجود بتاعي وعبر الدنيا ايوه انا بعبر بنفسي. انا بعبر بنفسي مفيش مشكله والله يا جماعه بنفسي بتروح وعبر مشاكل والله ده مرة عبر تيجي بدري الحب الزباله والله يعملها والله والخطر اللي والله يعملها اللي كانت انت بعض والله ما تلاقي ايه والله العظيم ما فيها اي عيب بس هي بيرجع علينا احنا ناس مجرد ناس روتيني دي حاجه. الشيء الاساسي بقى يا جماعه في واحده من الناس بتكلمني كده والله اتمنى والله بلاتي كما هو كان كل بلاد هي كويسه كنت اقسم قلبي وبحيث كل كلمه وحط فيها وكل كلمه اسم الاسماء بحبكم جد والله بحبكم جد وبتمنى لكم خير بجد ولكن انا احسن بكم جد والله حقيقي ولكن حتى شفت احنا بنحاول نقول فاحنا بنتكلم ان الطب الاسلامي يصدروا له مشكله او يقولوا له عندي عشان يصدر ولازم يحكي ليه ما عملش ليه بقى خلاص كذا عشان الناس دي عشان يقولوا ما عملش لنا كذا والله ما هحط يرجع لسه كذا فبس يرجع عندنا